الآن الشباب المشايخ يطلبون منكم في هذا أو في ختام هذا المجلس وصية لأهل البحرين. وصيتي لأهل السنة في البحرين وفي غير البحرين أن يتقوا الله ويراقبوه ويجتهدوا في إقامة دين الله في أنفسهم وفي أهليهم. فعلى المسلم أن يجتهد في أداء فرائض الله واجتناب محارمه، وعليه أن يجتهد في ذلك في خاصته من أهله ومن يتصل بهم ومن يتصل به. وعلى الحكومة، حكومة البحرين وغيرها من الحكومات الإسلامية، أن يقيموا دين الله بين عباد الله ويقيموا أمر الله في منع الشرك الذي هو أكبر الذنوب، ومنع المحرمات. فلا يسمح بها، لا يسمح بشيء منها، ليحققوا هويتهم أو انتسابهم إلى الإسلام. فالإسلام ليس مجرد اسم، بل هو يعني الإسلام دين الله الذي بعث به رسله وأوجب على عباده القيام به في أنفسهم وفي مجتمعاتهم. ونذكر الجميع بأنهم مسؤولون يوم القيامة عما كلفهم الله به، فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. في الحديث الصحيح: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والحاكم ليس مسؤولا فقط عن رعيته في أمر الدنيا، بل هو مسؤول قبل ذلك عن رعيته في أمر دينها، في أمر إقامة دين الله. فولي الأمر مسؤول قبل غيره عن القيام بدين الإسلام وإقامته في الرعية. ومن المؤسف أن هذا الأمر قد عظم فيه التفريط من كثير من الناس من الشعوب والحكومات. نسأل الله أن يرد الجميع إلى الصواب. ولا ريب أن أعداء الله من اليهود والنصارى والوثنيين يريدون بالمسلمين أن يضيعوا دينهم، لأن الاستقامة على دين الله هو أصل عز المسلمين وأصل سعادتهم وفلاحهم في الدنيا والآخرة. فنسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن ينصر دينه ويعلي كلمته ويصلح ولاة أمور المسلمين وعامة المسلمين. والله المستعان، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلم.